السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. ده اول فيديو ليا بعد العيد، كل سنة وانتم طيبين. النهارده هعمل معاكم كبدة الاسكندراني او كبدة اللي بتتباع في الشارع. هي بصراحة طعمها حلو والطشة بتاعتها جميلة جدا. انا معايا هنا قطعة من اللية، دهن او ليا، وده كان دهن عشان احنا مش بنحب الليا يعني بتاعة الخروف، ده دهن عادي. وشوية زيت حطيتهم، وحطيت حوالي معلقة صغيرة توم. حطيتهم كده يتشوحوا بس كده مع بعض، معلقه صغيره، مش ما تكونش مليانه قوي عشان بس ريحه التوم ما تبقاش ظاهره فيه جامد. لو بتحبي التوم كتير براحتك. هنا اقلبهم مع بعض واحط معاهم كزبره وكمون يتشوحوا كلهم مع بعض. هي الكبده دي بيتحط لها زيت كتير، بس احنا عشان ما نتعبش منه فانا حطيت كميه زيت قليله. والدهن ده هيسيح برضو في قلب الزيت، فما كترتش، انما هي اصلا بيحطوا لها زيت كتير. هشوحهم كلهم كده مع بعض. ومعايا هنا بقى الكبده. ده كان نص كيلو كبده بلدي، بس انا كنت مفرزاه، فالكبده اصلا هي مش بتتغسل، بس لان انا كنت حاطاها في الفريزر. فبشوفها بس وهي تلج كده وهي لسه مجمده. بنزل عليها لو كان فيها اي تلج ولا حاجه بنزله من عليها بس. واقطعها بقى قطع صغيره على قد ما تقدري. قطعيها وهي متجمده عشان تتقطع معاكي سهله. اول ما بحط الكبده مش بقلبها، بسيبها بس كده شويه تتشمع بس كده من تحت، واديها تقليبه على خفيف، وبعد كده تتشوح تاني من الجنب التاني، وبعدين بقى ابدا اقلبها. ما اقلبهاش مره واحده عشان الدم اللي فيها ده ما ينزلش. معايا بقى فلفل. الفلفل براحتك، حابة تكتري حابة تقللي. ده كان ربع كيلو فلفل، انا برضو كنت حاطة يعني كمية كويسة. حطيت هنا بقى توم باودر وبصل باودر، واحط كاري وبابريكا. كل ده البهارات، ده الكاري. البهارات دي كلها بتخلي الكبدة بتاعتي طعمها حلو قوي. حطيت بقى كده كل حاجة من الرشة، وفلفل اسود برضو بيخليها طعمها حلو قوي. معايا بقى في الاخر، وحطيت ملح طبعا. معايا في الاخر بقى كده حوالي برضو نص معلقه كده توم، يعني الطشه بتاعه الكبده. بشوحها كده في النص في قلب الكبده. يعني لحد ما تحمر، وبعد كده هطفي عليها بالخل او بليمون. الطشه دي بتخليها طعمها حلو قوي. انت ممكن بقى تتبلي الكبده لو حابه تتبليها بالثوم والبهارات اللي احنا حمرناها فيها. عادي، مش حابه تتبليها وتعملي زي ما انا ما عملت كده. بالطريقتين هتبقى جميله جدا، الطريقه دي والطريقه دي هتبقى حلوه قوي. بس انا بقى لحد التومه بس كده ما تاخد بس كده يعني ريحتها كده تظهر معايا. بحط بقى عصير ليمونه. انا حطيت عصير ليمون، ممكن تحطي خل زي ما تحبي، بس عصير ليمون بيبقى حلو قوي في الكبده. برضو هديله تقليبه كده، وبعد كده هقلبهم كلهم كده مع بعض بقى. بس كده خلاص، هقلبها بقى كلها كده مع بعض. الخضار بقى الفلفل ده أنا مش بحطه الا في الاخر عشان ما يتبلش معايا قوي، عشان يبقى ظاهر شويه كده وطعمه ظاهر قوي. احنا طبعا مش بنحب الكبده اللي هي ببصل خالص، فالكبده دي احنا بنحبها جدا. في الاخر بقى بعد ما خلاص بقى كده خدت بقى التسويه اللي احنا عايزينها واستوت كويس، بجيب فحمه بقى كده بطفيها في قلب الكبده، بيخلي ريحتها حاجه تانية خالص، وطعمها بصراحه بيبقى جميل جدا. الفحمه دي ولعتها كده على البوتاجاز وطفيتها بشويه زيت. طبعا لانها مولعه جامد، هي مش هتطفي لما اغطيها بقى. كده خلاص بغطيها بقى بالغطا، وكده هي هتطفي في قلبها، البخار كله هيطلع في قلبها كده. الكبده هي كده حضرتها شويه في طبق، وشويه عملتهم سندوتشات. كده انا بحضر. ده كان في رمضان، بس انا طبعا معرفتش انزل فيديو في رمضان، فنزلته دلوقتي، انما ده انا عاملاه من ساعه رمضان. عملت السندوتشات بقى كده للي مستعجل وهيمشي على طول على دروسه او كده. والباقي بقى اللي حابب ياكل كده بعيش. وده الاكل بتاعنا، وبألف هنا وشفا. سلام عليكم.